مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس مريومة للتريكو والكروشيه. والنهاردة هنتعلم درس جديد وهو ازاي نعمل حردة الرقبة في التريكو. هنبتدي مع بعض كده. قبل ما نبتدي الشغل لازم اعمل عملية حسابية الاول قبل ما ابتدي احرد الرقبة. لازم اعد عدد الغرز الاول واحدد انا هنقص كام غرزة في حردة الرقبة، لان هي ملهاش عدد معين احنا بنقصه، ده حسب الغرز الموجودة على الابرة، وطبعا بتختلف بين الكبير والصغير والنحيف والمليان. كمان اصدقائي حردة الرقبة بتعتمد على حردة الابط، لان حردة الرقبة بتتعمل بعد حردة الابط بحوالي حوالي المساحة اللي بين حردة الابط لحد حردة الكتف. يبقى انا لازما اعرف حردة الابط لحردة الكتف هتبقى قد ايه. لو الناس المليانين بتبقى 20 سنتي، لو نحيف بتبقى 15 سنتي من بعد حردة الابط لحد حردة الكتف. لو انسان مليان شوية بتبقى من بعد حردة الابط لحد حردة الكتف 20 سنتي. لو نحيف شوية بتبقى من بعد حردة الابط لحد حردة الكتف تبقى 15 سنتي. واحنا بنعمل حردة الرقبة بتبقى في نص المساحة دي، يعني هي لو 20 سنتي من بعد حردة الابط لحد حردة الكتف 20 سنتي، يبقى انا هعمل 10 سنتي وابتدي احرد الرقبة. نحيف هتبقى من بعد حردة الابط لحد حردة الكتف 15 سنتي، يبقى انا ابتدي احرد الرقبة بتاعتي بعد حردة الابط ب7 سنتي ونص. فده يعتمد على الشغل وعلى اللي انا عاملاه مساحته قد ايه، عدد الغرز بتاعته قد ايه، والانسان اللي انا بعمله البلوفر دوت حجمه قد ايه. خلاص، يبقى حردة الرقبة بتبقى بعد حردة الابط في النص بالظبط. لو انا هعمل من بعد حردة الابط لحردة الكتف انسان مليان هياخد 20 سنتي، يبقى انا اعمل 10 سنتي بعد حردة الابط وابتدي احرد الرقبة. لو هو الانسان نحيف يبقى انا هعمل من بعد حردة الابط لحردة الكتف 15 سنتي، يبقى هعمل حردة الرقبة بعد حردة الابط ب7 سنتي ونص. يعني حردة الرقبة بتبقى في نص المسافة اللي بعد حردة الابط لحد بداية حردة الكتف. خلاص كده، يعني هو بقى بيعتمد على عدد الغرز اللي انا عاملاها. انا كنت عاملة عدد غرز على الابرة بداية مثلا البلوفر بتاعي مثلا 90 غرزة. طلعت حردات الابط منهم في كل حردة ابط يمين وشمال هتبقى الحردة الواحدة 15 و15 يبقوا 30. يبقى هنقص الاول 30 غرزة دول من 90 غرزة اللي هم بتوع البلوفر. 30 اللي انا حردتهم هتبقى 60 غرزة. بعد ما حردت الابط كده اتبقى هنا 60 غرزة. طيب انا مش عارفة هحرد هنا كام. همسك ال60 غرزة دول واقسمهم على 3 هتساوي 20 غرزة. يبقى انا لازم اعمل حردة الرقبة ديت انقص فيها يمين وشمال 20 غرزة. خلاص، وال20 غرزة التانيين احنا قلنا على 3 لان بيبقى 20 للرقبة و20 للكتف اليمين و20 للكتف الشمال. خلاص، فانا هنقص هنا حردة الرقبة ملهاش عدد ثابت ان احنا نمشي عليه على طول، ده بيعتمد على عدد الغرز الموجودة على الابرة او حجم البلوفر اللي انا بعمله. خلاص، فانا هقسم 60 مثلا غرزة بعد حردة الابط 60 وفضلوا لي 60 مثلا، هاخدهم واقسمهم على 3 هيتبقى 20 غرزة. هيبقى في 20 لحردة الرقبة، 20 للكتف اليمين، 20 للكتف الشمال. هبتدي احرد الرقبة بتاعتي، هاخد في النص بالظبط كده اعلم واخد غرزتين انقصهم، نقص غرزتين، واحدة من اليمين وواحدة من الشمال، يبقى نقصت انا هنا غرزتين. خلاص، هيتبقى لي هنا كام؟
هتبقى لي هنا انا هقسم ال20 على الاتنين في 10 و10. لما نقص واحدة من هنا واحدة من هنا يبقى هنا في 9 وهنا في 9. يبقى هنا هوزع ال9 دول على الايه، على حردة الرقبة. خلاص. يبقى اول حاجة بعد ما اقسم الشغل واقسم وانقص الغرزتين، هنقص بعد كده 4 غرز يمين و4 غرز شمال، وبعدين هنقص 3 كده بقوا كام؟ 7. هتبقى لي غرزتين، هنقص واحدة وبعدين هنقص واحدة، وارتفع بالشغل كله لغاية نهاية البلوفر، لغاية لما اقفل الكتف اليمين واقفل الكتف الشمال وتبان عندي حردة الرقبة. يبقى اول حاجة هقفل 4 وبعدين 3 ادي 7 وبعدين واحدة ادي 8 وبعدين واحدة اللي هي 9. خلاص. هنبتدي بقى نشتغل كده عملي مع بعض. انا كده حبايبي اهو، انا كنت عاملة الشغل اللي هما 60 غرزة. الاول خالص 90، طلعت 15 حردة الإبط اليمين و15 حردة الإبط الشمال، واتبقالي على الإبرة 60 غرزة. خلاص. انا علمت قسمت الشغل 30 يمين و30 شمال، وعلمت النص بالظبط اهو. خلاص. وانا بشتغل بقى قلبت الشغل بتاعي وبشتغل بالشكل ده اهي. ادي النص العلامة بتاعتي اهي. اول غرزتين دول هقفلهم الاتنين مع بعض في غرزة واحدة كده. خلاص. هبتدي بقى اشتغل الناحية الشمال ديت لوحديها. خلاص انا قفلت هنا غرزتين، هبتدي اقفل هنا غرزتين وابتدي اشتغل. فاعمل ايه؟ فحبايبي هجيب فتلة تانية خالص كده اهي وابتدي اشتغل بيها الجزء الشمال ده. خلاص اهو. انا هاخد الاتنين مع بعض في غرزة واحدة بس في فتلة تانية غير الفتلة دي اهي. خلاص. وابتدي اشتغل بقى السطر بتاعي لغاية الاخر. هبتدي بعد ما خلصت السطر اقلب الشغل بتاعي، وواضح كده ان الشغل بقى واضح قدامي اهو. خلاص. اشيل بقى الماركر ده خالص، ابتدي اشتغل عادي شغلي او غرزتي اللي انا بعملها. بص يا حبيبي انا قربت على نص الشغل اهو، بس ما ينفعش اقفل خالص ناحية اليمين، لازما بقى هنا التقفيل في حردة الرقبة دي التقفيل بيبقى ناحية الشمال كده. حبايبي بقى انا وصلت للناحية دي اهي. هبتدي بقى انقص من ناحية الشمال، بس مش هينفع التنقيص غير من ناحية الشمال في حردة الرقبة اهو كده. 1 ادي 2 واعدي الغرزة دي على الغرزة دي كده. قفلنا 1 كده 2 كده 3 كده 4 واكمل الشغل بتاعي عادي لغاية اخر السطر. هقلب الشغل واشتغل برضو السطر ده لغاية الاخر. كده حبايبي خلصت اهو. هبتدي في الجزء الشمال بقى اللي فيه التنقيص. هبتدي انقص، امسك بقى الفتلة التانية وانقص الناحية الشمال اهو. هاخد الفتلة دي اطلعها برا كده. 1 كده 2
كده 3 كده 4 غرز اهمت، وبعد كده نشتغل باقي السطر لغاية الاخر. خلص السطر، هعدل الشغل بتاعي وابتدي اشتغل برضو اهو. ادي 4 وادي 4، بعد كده هنطلع 3، وكل التنقيص من الناحية دي، من الناحية الشمال بس. ابتدي بقى اشتغل كده هنا السطر ده، هشتغل ده عادي خالص ده لغاية الاخر، وبعدين ابتدي هنا انقص. هاجي بقى عند التنقيص هنقص كام غرزة؟ 3 غرز. خلاص امسك الفتلة التانية اهي، ادي كده 1 كده 2 كده 3، واشتغل بقية السطر بتاعي للاخر. وصلت بقى ان انا احرد ال3 بتوع الجنب التاني. امسك الفتلة التانية، امسك الفتلة التانية كده، ابتدي احرد ال3. واحد 2 3، واكمل السطر عادي اهو. اهو حبايبي، انا قفلت من هنا، نقصت 4 غرز و3 غرز، ومن هنا 4 غرز و3 غرز، فاضل لنا هنا غرزة وهنا ايه وهنا غرزة. وهنقص واحدة من هنا، اشتغل بقى ونقص واحدة كده، يبقى الجنب ده خلص من التنقيص، مش هنقص فيه تاني. وكده هشتغل بقى لغاية الاخر. اهو حبايبي، انا اشتغلت الناحية اليمين دي، فاضل الناحية الشمال ديت هنقص منها غرزة، ويبقى انا كده خلصت حردة الرقبة بتاعتي. هطلع بقى بالشغل بتاعي لغاية فوق اهو. الغرزة دي اهي اهي كده اهو. خلاص، واشتغل بقى بقية السطر كله لغاية فوق. حبايبي كده انا انتهيت من حردة الرقبة. قفلنا غرزتين، غرزة من ناحية اليمين وغرزة من ناحية الشمال، يعني قفلنا غرزتين، وبعدين قفلنا 4 غرز، وبعدين 3، وبعدين واحدة. يبقى كده فاضل ايه؟ فاضل واحدة كمان من هنا، وفاضل واحدة من هنا. يبقى احنا كده انتهينا من تقفيل الرقبة. خلاص كده بقى احنا وصلنا لاخر غرزة في حردة الرقبة اهي. خلاص، وابتدي بقى اشتغل السطر بتاعي كله عادي اهو. كده حبايبي احنا انتهينا من حردة الرقبة. قفلنا هنا 2 غرزتين، وبعدين قفلنا 4 3، وبعدين واحدة وواحدة، ومن الناحية التانية برضو 4 3 واحدة واحدة. يبقوا كده 9 غرز اللي طلعولي من العملية الحسابية اللي انا نقصهم في حردة الرقبة. هقيس بقى حبايبي هنا
احنا قلنا حردة الرقبة ديت بعد حردة الباط بحوالي 7.5، لان الحجم ده صغير. هبتدي بقى اشتغل 7.5 سم تاني بقى بقى من اول حردة الرقبة كده عشان ابتدي اعمل حردة الكتف. هقول لكم حردة الكتف بقى بتتعمل ازاي. اهو احنا طلعنا حردة الكتف 20 غرزة يمين و20 غرزة شمال. هاخد ال20 غرزة دول برضو 20 غرزة واقسمهم على 3. خلاص. ليه هقسمهم على 3؟ ليه؟ لان احنا لما بنيجي نحرد الكتف بنحرده على 3 مرات. يعني احنا مش بنقفل الكتف مرة واحدة، لا، بنقفل مرة ونشتغل عادي خالص، وبعدين نرجع نقفل مرة نشتغل عادي، وبعدين نقفل اخر مرة خالص. خلاص. فيطلع زي الكتف بتاع الخياطة، ينزل كده يبقى محرود لتحت كده كده. خلاص. فانا هاخد 20 واقسمهم على 3، و20 على 3 هيبقوا فيهم مثلا 7، يبقى ناقص واحدة هنا. يبقى انا هنا 7 هنقص في الاول 7 غرز، وبعدين 7 غرز، 7 و7 14. 14 من 20 هتبقى لي 6، هقسمهم في اخر مرة. خلاص. يبقى هقسم بقى الكتف 7 و7 و6، يبقى 20 غرزة. والكتف التاني برضو الناحية دي 7، وبعدين بعديهم 7، وبعدين اخر حردة هيبقوا 6. خلاص. نشتغل كده نخلصوا المساحة اللي احنا عايزينها. يعني المفروض ان انا بعد حردة الباط 15 سنتي وابتدي احرد حردة الكتف. انا هقيس كده، دي 5 4 3 2، ادي واحدة اهي. يبقى من اول هنا كده 11 سنتي، يبقى انا فاضلي 4 سنتي وابتدي احرد حردة الكتف. هشتغل ال4 سنتي ووريكم برضو حردة الكتف بتتعمل ازاي. عايزة اقول لكم على حاجة برضو، ان العدد بتاع حردة الرقبة ده هو هنقصه في حردة القفا، هنقصه برضو في حردة القفا. يبقى في الاخر خالص انا هنقص في حردة القفا برضو 20، عشان لما اجي اركب الشغل على بعضه كده يبقى الشغل مظبوط وموزون. خلاص. كده احنا وصلنا لحردة الكتف. ادي اهو من بعد حردة الباط كده 15 سنتي، ادي كده 15 سنتي اهو لغاية حردة الكتف. كده هنبتدي بقى نحرد الكتف، واحنا قلنا هنحرد الكتف 7 7 و6. نبتدي نعمل الاول 7 غرز، ادي 1 2 كده 3 4 5 6 7. وهنكمل بقية السطر نشتغله عادي. التقفيل بقى بالنسبة لحردة الكتف بيبقى من ناحية اليمين بس. يبقى حردة الرقبة بننقص الغرز بتاعتنا من ناحية الشمال، تقفيل الكتف بيبقى من ناحية اليمين بس، وبنقفله على 3 مرات او كده. هشتغل الناحية التانية اللي هي ناحية الشمال. هشتغل السطر عادي خالص.
هعدل الشغل بتاعي بقى كده، وابتدي انقص من ناحية اليمين الكتف التاني. هنقص 7 غرز. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7، واكمل بقية السطر. يبقى انا قفلت ايه؟ قفلت 7 غرز من هنا و7 غرز من هنا. الناحية الشمال دي بقى هشتغلها عادي خالص كده، خلص السطر. هقلب الشغل وابتدي اقفل 7 غرز اللي هما التانيين 7. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7. خلاص، هشتغل عادي بقية الغرز الباقيين. همسك الجنب التاني هشتغله كله من غير تنقيص اهو. هعدل الشغل وهقفل 7 غرز بتوع الناحية دي اهو كده. 1 2 3 4 5 6 7، وهشتغل بقية السطر. اروح للسطر الناحية التانية اشتغل الغرز ديت عادي خالص كده. هقلب الشغل بتاعي وهقفل بقية ال6 غرز الباقيين. يبقى انا كده قفلت 7 6 خلاص. هنتهي من الجنب ده، هقص الفتلة كده وابتدي اربطها عشان ما تسلتش مني كده. امسك الجنب التاني هشتغل عادي 6 غرز دول
الشغل وابتدي اقفله كده. واحد اهي كده، 2 3 4 5 والغرزة على الإبرة 6. خلاص هقص الفتلة بتاعتي كده وابتدي اثبتها كده. يبقى انا كده خلصت من حردة الرقبة وحردة الكتف. اجي في الاخر الشكل النهائي، ادي حردة الرقبة وادي حردة الكتف. بنبصوا جاية عاملة ازاي، جاية متدرجة، 7 الاول وبعدين 7 التانيين وبعدين 6 اهي. وديت في الاخر نهاية الشغل وحردة الرقبة وحردة الكتف. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، ولو عايزين تتابعونا وتشوفوا كل فيديوهاتنا اشتركوا معانا في القناة، وما تنسوش تدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل اشعار جديد بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلوها. لو عندكم اي تعليق او اي استفسار يا ريت تسيبوه في التعليقات، وانا هتواصل معاكم من خلاله وهرد على كل تعليقاتكم. وشكرا لكم لمتابعتكم وربنا معاكم.